السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشيخ مجدي الحسيني في فيديو جديد. النهارده احنا مش بنعمل أكل أو بنعمل حاجة، احنا بنوثق حاجة أو بنقول حاجة. احنا بنتكلم عن الفطار المصري، هنتكلم على جزئية من الفطار المصري، هنسميها مثلا الفطار الريفي المصري. ده الموجود، الفطير المشلتت بيتقدم في الفطار. يعني لو اي حد موجود رايح مثلا بلد ارياف او كده، ممكن يتقدم له فطير الصبح. الست هتقوم تولع الفرن بتاعها اذا كان بالوقيد او فرن غاز، هتعمل فطيره او فطيرتين، وهتعمل عندها شويه العسل في البيت، عندها مش في البيت، عندها الجبنه القريش، عندها القشطه، كل ده هيتقدم. ده فطار ريفي موجود في الصعيد وموجود في وجه بحري، موجود في كل حته في مصر. الفطار المصري بتاعنا احنا مش مهتمين بيه قوي خالص. يعني نسمع مثلا في الكتب او نسمع في المنيوهات او بتاع الفطار الانجليش والفطار الامريكان والفطار الكونتيننتال والفطار انواع الفطار كتير. ما حدش بيتكلم عن الفطار المصري. الفطار المصري ده جزء من الفطار المصري، في اجزاء تانية لسه ما اتكلمناش فيها. ده حاجة بسيطة جدا، فطار مع عسل مع قشطة مع جبنة قريش مع مش. حتى المش الست عامله فيه، موجود فيه قطع اليوسفي، قطع اليوسفي، قطع قشر اليوسفي، المش او الجبنه القديمه. الجبنه القريش، العسل الاسمر. العسل الاسمر ممكن نستعيد عنه بعسل ابيض عادي، مفيش مشكله. انا بتكلم في جزئيه بسيطه جدا ولكن موجوده ومحدش بيتكلم عليها او كله بيغفلها. مش موجوده لا في المطاعم. بدات المطاعم، بعض المطاعم النهارده تقدم فطار في القاهره، وبدات تقدم الحاجات ديت، وده شيء كويس جدا وشيء جميل جدا. الكلام ده هنقعد بقى احنا طبعا كل زمايلنا في المهنه وكل الناس اللي بتهتم بموضوع توثيق الاكل المصري يشكروا على مجهودهم الرائع اللي بيعملوه. ولكن احنا بنتكلم على حاجه احنا عايزين بقى نحط، خلاص احنا مش هنقعد بقى ايه نوثق ونقول ونجيب من ايام الفراعنه ونجيب من ايام هنا. لا، احنا خلاص ده فطرنا، ما فيهوش كلام. فطير والعسل كل دي حاجات مصريه بحته. الحاجات دي بقى احنا عايزين الشيفات وعايزين الناس دي يوثقوها في الفنادق وفي المطاعم وينزلوها في قائمه الطعام بتاعتهم، تبقى موجوده. تبقى حاجه ثابته. خلاص في فطار مصري بيتقدم او فطار ريفي، الفطار الريفي المصري بيتقدم من كذا ومن كذا ومن كذا. موضوع بسيط، حجم الفطيره كبير زي ما تشوفين على الصينيه كده. والله عايزين نعملها صغيره مفيش مشكله، بتتعمل بالزبده وبتتعمل بالقشطه، حاجه محترمه وحاجه مغذيه. مع الجبنه القريش، مع العسل الاسمر او العسل الابيض، مع الجبنه القديمه، مع القشطه. اظن كده فطار متكامل مفيش حد يتكلم فيه ولا حد يقدر يقول فيه حاجه، ونقدر نقول ان ده فطار بمعنى الكلمه، وفطار ليه معنى وليه طعم وليه كل حاجه. ما نقعدش بقى نقول ده في انواع تانية كتير، يعني في انواع تانية كتير لسه هنتكلم فيها. ده كلها في جزئيه الفطار، في جزئية الفطار. أتمنى يعني أنا أكون الكلام يعني مظبوط، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. وإذا عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. كان معكم الشيخ مجدي الحسيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.